اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البيديفور، اسهل طريقه لعمايل البيديفور. ازاي تظبطي العجينه وازاي تعملي البيديفور يطلع معاكي دايب زي بتاع المحلات واحسن من المحلات. البيديفوريه دايبه ومتماسكه. هنعمل بيديفور القمع، ازاي تطلعي شكل البيديفور زي البيديفور الجاهز، وكمان الخطوات والعلامات اللي انت هتعرفي ان العجينه بتاعتك مظبوطه، وهنعرف كمان سر التسويه. بس ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وتعالوا نشوف الفيديو فور بتاعنا هنعمله ازاي. المكونات بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة. اهم حاجة الخامات اللي انت هتستخدميها للفيديو فور تكون خامات حلوة علشان يطلع معاكي نتيجة حلوة. يعني الزبدة اللي هتستخدميها تكون زبدة نوعها حلو، البيض يكون بيض طازة علشان الفيديو فور يطلع ريحته حلوة، الدقيق اللي هتستخدميه يكون دقيق مخصص للنواعم، والسكر البودر لو انت هتجيبيه جاهز كده من السوبر ماركت تتأكدي ان هو معلهوش نشا. اول حاجه هنسمي الله، وفي العجان نزلت ب 750 جرام من الزبده. انا هنا خليط من الزبده النيوزيلندي على زبده فرن، وتكون الزبده تكون ساقعه. ونزلت عليهم ب 200 جرام من السكر البودر، يعني ما يعادل كوبايه من السكر البودر. بضربهم كويس جدا، دي خطوة مهمة جدا لحد ما الزبدة تهيش. دي خطوة ضرورية جدا في كل النواعم وبالذات البيدي فور. لازم تضربي الزبدة والسكر كويس جدا علشان يطلع معاكي هاش ومش مكتوم. بقلب من فوق لتحت كده علشان الزبدة بتكون ساقعة فبتلزق في القاع بتاع العجان. فعلشان اتأكد ان كل المكونات تتضرب كويس فلازم اقلب من فوق لتحت كده علشان كل المكونات تتضرب كويس لحد ما الزبدة تهيج زي ما انت شايفة كده. بعد كده معايا بيضتين وصفار بيضة وحط عليهم فانيليا. هكتب لك كل المكونات ديت في صندوق الوصف ان شاء الله. بنزل ببيضة بيضة، ما بننزلش بالبيض كله مرة واحدة، ننزل ببيضة لما بتختفي ننزل بالبيضة التانية لحد ما نخلص كمية البيض. شايفين العجينة عاملة ازاي كريمي؟ هو ده كده الصح. لو انت ما عندكيش عجان يبقى هتضربي بمضرب كهربي او بمضرب السلك لحد ما توصلي للنتيجة ديت. الخطوة دي ضرورية جدا. معايا الدقيق، اهم حاجة ان يكون دقيق مخصص للبسكوتات او للنواعم. ما ينفعش استخدم دقيق المخبوزات، ما ينفعش خالص، البيديفور كده هيبوظ معاكي. باخد 3 معالق من الكيلو بتاع الدقيق. لو انا هستخدم المكنة يبقى انا هستخدم الكيلو كله. لو انا هستخدم الكيس الحلواني بشيل من الكيلو الدقيق بشيل منه 3 معالق. الخطوة دي مهمة جدا جدا. يعني لو انت هتستخدمي المكنة هتحطي الكيلو كله، لو انت هتستخدمي كيس الحلواني زي ما انا كده هعمل بشيل من الكيلو بشيل منه 3 معالق. بنقلب الدقيق مع البيض والزبدة والسكر لحد ما الدقيق يختفي. مش هنعجن، ما تعجنيش علشان لو عجنتي العجينة هتعمل عرق والبيدي فور هيعضم منك. ده شكل العجينة بتاعتنا، عجينة بتلزق تلزيق خفيف كده، دي عجينة ناجحة 100%. بتنزل من كيس الحلواني بمنتهى السهولة. ده القمع اللي انا استخدمته، القمع ده 7FT، هسيبهولك ان شاء الله في صندوق الوصف. بحطه جوه الكيس الحلواني وبقسم العجينة نصين، نص فانيليا والنص التاني بحط عليه الكاكاو الاسباني. بحط العجينة جوه الكيس وبقسمها 2 كده، ما بنبخهاش كلها مرة واحدة علشان تنزل معاكي بسهولة. هي العجينة سهلة جدا جدا زي ما انت شايفة كده. بحب جدا الخبيز ان احنا نخبز في الصواني الألمونيا، بتطلع الحاجة حلوة. وده اللي بالشوكولاتة بحط معاه قطعة كده بالفانيليا علشان اعرف ان هو استوى ولا لا. بندخله الفرن على درجة حرارة 180، بيقعد من تلت ربع ساعة وبيطلع معاكي بيكون تحفة زي ما انت شايفة كده. طبعا التزيين كل واحد حسب ذوقه. معايا شوكولاتة خام مسيحاها في الميكروويف، ومعايا شوكولاتة فرماسيه. بتحبي الفستق المطحون براحتك، اي حاجة بتحبيها كل واحد حسب ذوقه. جوز الهند اللي انت بتحبيه المتوفر عندك. وبحط في النص كده شوكولاتة وبلزقهم مع بعض، وبحط واحدة كده غطسها كلها جوه الشوكولاتة. وفي الاخر خالص برشرش عليها كده شوكولاتة بيضة سايحاها برضو في الميكروويف، بتديها شكل حلو جدا جدا لما بينشف. وده شكل البيديفور بتاعنا، ما يفرقش خالص عن البيديفور اللي احنا بنجيبه من المحلات. طعمه تحفة، البيديفوراية دايبة وماسكة نفسها كده في نفس الوقت زي ما انت شايفة.
خطير جدا. وزي ما قلتلك البيجي فور ما بنحطلهوش بيكنج باودر، دي حاجة. والحاجة التانية لو انت هتستخدمي المكنة هتستخدمي الكيلو كله. كده البيجي فور بتاعنا خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد.